السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. عيد أضحى مبارك عليكم وعلى الجميع إن شاء الله. النهاردة الزمالك والمصري هيبقى ماتش صعب جدا جدا ومش سهل خالص، بالذات المصري في فرقة قوية جدا ولاعيبة كويسين جدا جدا. فالنهارده الماتش مش هيبقى سهل، الماتش النهارده هيبقى صعب جدا. ورغم ان كمان التشكيلة نفسها بتاعتنا مش انا شايفها يعني ايه، مقلق منها بصراحه. يعني محمد صبحي، حسام عبد المجيد، وحمدي المسلوسي في الشمال كارثه بجد، نضال. طب انا دلوقتي ليه ما صعدش واحد من الناشئين باك شمال ولعبه احسن من بريمان نضال؟ جربنا المره اللي فاتت بريمان نضال عمل كوارث والله. بالنسبه ده الباك الشمال، مش الباك اليمين نفس المشكله. احنا عندنا مشكله برضه في الباك اليمين. طب في اما تلاعب المره دي حمدي المسلوسي في اليمين، وبعد كده تظبط تنزل حمد ياسر اللي احنا جايبينه وما استفدناش بيه خالص، نجربه ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. احنا جربنا قبل كده نضيف الشمال بوظ الدنيا. دلوقتي عمر جابر مش موجود، كان هو اللي بصراحه اللي شايل الباك يمين كله. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ دي حاجه. يعني الحاجه التانيه، خط النص هيبقى دونجا وزياد كمال وعبد الله السعيد. انا شايف زياد كمال ما بياخدش مباريات كتير، الراجل لعيب كويس بس ما بياخدش مباريات كتير. فانت يعني برضو تنزله في ماتش النهارده زي المصري، ماتش صعب شويه عليه. هنيجي بقى للخط الامامي، زيزو، مصطفى شلبي، وناصر منسي بقاله يعني شوف بقى كم ماتش مفيش هدف حتى، لا مفيش اي حاجه. ناصر منسي في حته تانية خالص، بعيد على اي حد. ورغم ان انا كنت يعني بحبه جدا، وكنت بقول حرام يمشي من الزمالك وكده. فانا النهارده ناصر منسي يبقى يعني مش عارف، حتى ما عندناش دكه كويسه، مفيش. فاحنا لازم محتاجين دعم يا جماعه والله. فان شاء الله النهارده الماتش يعدي على خير ونكسب النهارده. مش مشكله هتقولي بقى اداء، مش هيبقى فيه اداء. يعني انا بتمنى يكون في اداء وفي نتيجه. بس ان شاء الله لو كسبنا الثلاثه بونت النهارده هيبقى حاجه كويسه، وان شاء الله خير يعني باذن الله. وبعد الماتش ان شاء الله نتقابل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.